السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. رجعت لكم تاني بقصه جديده، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. دائما كندير لكم نفس المقدمه. وقبل ما نبدا كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم معايا. شكرا للمتتبعين ديالي، شكرا بزاف على البارطاج، شكرا بزاف للكلام الطيب. والقصه ديال اليوم ان شاء الله قصه مروه مع زوجة الاب، والمعاناة اللي عاشتها مروة مع زوجة الأب. كانت مروة فاش مات ماماها كانت مروة باقا صغيرة في العمر، كانت تقريبا العمر ديالها شي 10 سنوات تقريبا. وكانت مروة كتقرا عادي. ماماها مسكينة مرضات وتوفات بعد معاناة مع المرض. مروة عاشت واحد الظروف صعيبة بزاف. فاش يلاه مات ماماها عاشت مسكينة واحد الظروف اللي صعيبة اللي كتبعها على أي واحد. مع ذلك نضلت ووقفات على رجليها وقالت خاصني نكمل طريقي. يعني الأم ديالها توفت ولو هي في عمر صغير، ولكن كان عقلها كبير وعارفة الوضع اللي تحطت فيه. كانت هي الوحيدة عند ماماها وباباها. عشت مع باها من ورا فاش توفت امها، وكانت خالتها كتجي عندهم مرة كتقابلها. بحكم انها كتقرا وكتمشي للمدرسه كانت تتوصلها، لانها كانت خايفه عليها بزاف. البلاصه فاش كانوا ساكنين كانت خاويه ما فيهاش البشر بزاف، وداكشي علاش كتجيها وكتجيبها من المدرسه. خالتها كانت عزيزه عليها مروه بزاف. من بعد الايام دازت، خالت مروه تزوجات وانتقلت لواحد المدينه بعيده عليها. زدت أزمات مروة أكتر، يعني ما حيلتها لماماها توفات، ما حيلتها لخالتها اللي كانت قريبة منها وكانت تقريبا كتفكرها بماماها في أي لحظة. يعني فاش كتكون غادية بها المدرسة كتهضر لها على ماماها، فاش تكون جايباها يعني ما حسيتش بزاف بديك الوحدانية كيف حسيت بها نهار خالتها تزوجات وسافرت لمدينة بعيدة. كان الفرق بيناتهم صعيب بزاف، لا عليها ولا على خالتها. من بعد صبرات مروة وكبرات وبقات هكاك مع باباها حتى تقريبا عندها شي 12 عام. صافي واحد النهار كانت غاديه للمدرسه ودها باباها، مع انها هي صافي كانت ولفات انها تمشي بوحدها وتجيب بوحدها. قال لها باباها شوفي يا بنتي انا راه غنتزوج وهذا وانتي راكي خاص لي قبلك معايا. وقالت لي لا بابا ما تزوجش، انا راه نقابل راسي ونقابلك. قال لها لا انا طنطمع انك تقراي وبغيتك تكملي قرايتك وما بغيت حتى شي حاجه ديرونجيك، وغنجيب مراه اللي تقابل الدار وتقابلني. المهم بقى عليها بحال هاد الهضره هادي. اكيد مروه ما عندهاش ما دير. فعلا باباها خطب وتزوج، والسيده اللي جابها من مدينه اخرى بعيده عليهم. من نهار حطت رجليها هذيك الزوجه ديال الاب ومروه في العذاب. الاب كان باغي يجيب اللي تعاونوا في بنته، اللي توقف معاه، اللي صدق جاب انسانه اللي يعني زوجة الاب بكل ما في الكلمه من معنى. من نهار دخلت كتبين واحد الوجه الزوج ديالها اللي هو بابات مروه، ومروه كتبين لها وجه اخر. جات السيده دخلت عروسها. في الايام اللي كانت هي عروسه مروه مبغاش تجلس في الدار، مشات جلست عند خالتها الاخرى حتى هي مرا كبيره ماشي باقا صغيره، حتى هي بعيده عليهم شويه. مشات جلست معاها، ما بغاتش داك الجو انها اصلا تبرزدهم ولا. بقات معها واحد مده شهر تقريبا ورجعت للدار. كيف قلت لكم زوجة الاب ما حاملاهاش، ما باغياهاش، كتجبد لها الصداع. كيف ما دارت ما عجبهاش الحال. صبرات وما كتقولش لباباها لانها خافت لي يقول ما بغاتهاش وبغات تفرقني معاها وهذا. بقات صابره على داك الحال. حملت زوجة الاب كاع داك الوحم ودوك الاعراض ديال اللحم. انتقمت من مروه، يعني عيشتها واحد العذاب اللي اليم جدا. صبرات تزادت عندها بنيه. عاشوا الاحتفالات وهذا، ومروه مسكينه دائما كتبين راسها انها فرحانه ولكن هي الله اللي عالم بحالتها. كيف ولدات زوجة الاب بدا المعامله ديالها كتزيد تتقصح
مع مروة ماشي كتزيد تتبدل وانها عاشت الامومه وحست بها، لا بالعكس، ديما كتبغي تاخذ لبنتها، ومروة لا، ديما بنتها هي المميزه عندها، ديما يعني قمه العنف دارته معاها، يعني العنف نفسيا. بقات هكاك مروة صابره ما كتقولش لباباها نهائيا شي حاجه. امتى بدات مروة كتبين؟ نهار زوجة الاب تفاجئوا انها عندها بنت من راجل اخر. قبل ما تزوج بابا مروة ديجا هي عندها بنت. هذيك البنت كبيرة على مروة في العمر. جات هذيك البنت عاشت معاهم، بدات الغيرة، بدات كتهز حوايج مروة، بدات كتدخل لها في التفاصيل ديالها. الا جات مروة بغات تنعس بلاصتها تجي تقول لها لا انا هاد البلاصه هي اللي بغيت. يعني عيشوها واحد الحرب اللي مروة مبقاتش قدرات. ديك الساعه صافي بدات كتقول لباباها اشنو كاين. واحد النهار دخلت عنده، جا من الخدمه ودخلت عنده للبيت وقالت ليه بابا شوف انا راه بنت مرتك هكا اش كدير معايا واشنو كتفعل معايا واشنو تترك معايا، وبصراحه ما تقبلش هاد الشيء. وواجه مرتو وقال لها مال بنتك كتجي لي لبنتي هكا مال هذا. قالت لي لا انا بنتي ما تدير حتى شي حاجه، راه بنتك انت اللي داسره وبنتك انت اللي فاعله وبنتك انت اللي تركه. هو اش بيدير؟ ما عنده ما يدير. قال لها صبري راه ما عندنا ما نديرو، ان شاء الله دابا تفاهموا، دابا في الاول نتوما ما فاهمينش وهذا. بقاو على داك الحال. نط زوجة الاب اتفقت هي وبنتها باش يحاولوا يخرجوا مروة من الدار. كيفاش يديروا ليهاش من قلب يديروا ليها باش يكرهها باباها، باش يعني حاولوا بما امكن يسيطروا على هذيك مروة باش تحيد عليهم من الطريق. واحد النهار مشات مروة للمدرسة ديالها، عادي غادية للمدرسة، مشات معها بنت زوجة الأب اللي سميتها سمية. مشات معها سمية غاديين في الطريق، هازت التليفون هذيك بحال هكايا شويه، وي داز واحد مول الموطور سرقوا ليها. بقات كتغوت انتي السبب وانتي هذا، وكون انتي اللي درتي ليها، كون انتي اللي دوزتي من هاد الطريق، وانتي هذا وانتي هذا. مروه مسكينه كتقول لها انا والله ما عرفت شنو، ما عرفتوش وهذا وهذا. مشات للمدرسه، دخلوا تيقراو. هذاك النهار كان عند سميه الحصه ديال الرياضه. دخلات حطت حوايجها في الفيستير ديالها في البلاكار ديالها وسدات ومشات دوز الحصه ديالها. جات سميه حلات البلاكار من جابت السوارس، الله اعلم، حلات البلاكار، حطت التليفون اللي ديجا تسرق ليها حطته في الحوايج ديال ساكادو ديال مروه، وسدات البلاكار وزادت في حالها. مروه كي خرجت من الحصه لبست حوايجها وزادت، ما تسوقاتش، ما حلات لا جيب ديال ساكادو، ما حتى شي حاجه. مشات للدار. كيف مشات للدار بقات سميه كتغوت، مشى ليا التليفون وهي السبب وهي هذا ناضت امها قالت لها ما يمكنش، اكيد هي متفقه مع شي حد، بلاتي وباها واقف، بلاتي نشوفوا نقلبوا لها حوايجها. مشاو تيقلبوا الماريو، مشاو تيقلبوا تحت الفراش، كلشي ما لقاوش داك التليفون. شويه وهي تهز ليها، خطفت ليها الصاك. مروه مسكينه واقفه كتبكي وكتقول لهم انا ما يمكنش ليا ندير وما درتش وما تنعرفوش والو. باها واقف ساكت، ما كاينش في هذا العالم. حلوا الجيب ديال ساكادو وما يلقاو التليفون. في هذيك اللحظه بات مروه ضربها على وجهها وقال لها انت ماشي بنتي، وانا ربيتك، ما ربيتكش هكا، ربيتك على الحفاظ على الامانه، وربيتك على هذا، ما ربيتكش على السرقه. مروه تفاجات، ما عرفتش باقي اشنو غادي دير. هبطت من الدار تجري في حالها، مشات عند خالتها اللي كبيره في العمر ساكنه بوحدها. صافي حلفت ما باقيش ترجع عندهم للدار. مشات عاشت معاهم، عاشت مع هذيك خالتها اللي كبيره في العمر. واحد النهار بقات هكاك مسكينه، با ما سولش فيها نهائيا، صافي بقول بحال نساها، ما تقبلش انا بنته كتسرق. واحد النهار نزلت مروه بغات تقبل لخالتها من الحانوت، هو يبان لها هذاك الولد، هو يبان لها يلاه بيركب فوق بكالتو غادي يتوقفوا. قالت لي الله يرحم لك الوالدين، حشومه عليك، خربتي لي حياتي، درتي لي، فعلتي لي، قول لي اشنو وقع، اشنو هذا. وقال لها سمحي لي انا راه ندمت، هاشنو وقع واتفقوا معايا وعطوني فلوس. مروه ما تصدمتش من
ملي وقع، لانها عرفات بان راه هي ما دايره، هي اصلا عارفه راسها ما دايره حتى شي حاجه. وبقات هكاك، جات عند خالتها فرحانه وقالت لها واخيرا خالتي لقيت هذاك السيد، وبدات تعاود لها شنو وقع. وهي تقول لها خالتها شوفي، قالت لها بغيت نقولها لبابا، قالت لها ما تقوليش ليه، خليه هكاك، هو السبب، هو اللي دار لك هكا، هو اللي ما تاقش فيك، خاصو يثيق فيك. لو كان تاق فيك ما يوصلش لهاد الحاله هادي. ماشي هو تاق في مراته وتاق في البنت اللي جابت، ما عارفينش كاع منين جابتها. المهم خالتها ما وفقتش نهائيا، وبقات مروه على هذاك الحال عايشه مع خالتها، مهليه فيها، مقابلها، ما خاصها حتى خير. صافي، كل ساعه كتقول مع راسها واش نمشي نقول بابا اشنو واقع، واش نجيب داك الولد يتقابل معاه، واش يعني مديرونجيه بزاف من عقلها، وما بغاش يتنسى ليها نهائيا ان باها دار معاها هكاك.